فيلم حياة الماعز، الضجة الإعلامية اللي كلشي كيهضر عليها. شنو السبب وعلاش نايض هاد الصداع؟ وعلى السعودية منعات الفيلم على أي واحد يتفرج فيه أو يروج ليه. مرحبا بكم في أجي تقرا، وفي هذا النهار الحلقة فيلم الماعز. سنة 2014 ستقوم مؤسسة آفاق للنشر والتوزيع بدولة الكويت بترجمة واحد الرواية سميتها حياة الماعز. الترجمة كانت لسهيل الوافي، ترجمة جميلة وبسيطة، والقراء القليلون جدا الرواية ما انتبهوش أن لغة الرواية كانت الأصلية هي المالايالامية الهندية، وإحنا كنعرفوا أن اللهجات واللغة الهندية كثيرة بزاف. الرواية تكتبت في الأصل في 2008 وظلت لي رواية بدون شهرة، وما كيعرفوها إلا عشاق الرواية والمختصين فيها. قبل أسبوع بالضبط أي حقق الفيلم الهندي شهرة واسعة جدا، بل أكثر من واسعة، وسيصبح حديث الجميع. الفيلم بعنوان حياة الماعز. داكشي اللي فكرتي فيها صديقي. الفيلم مقتبس من الرواية حرفيا، ونقل كل أحداثها بشكل مصور. والفيلم ببساطة كيعاود مشكلة نظام الكفيل المعمول بها في الخليج وفي السعودية. وقصة الفيلم هي قصة حقيقية كما قيل، وهي كتهضر على واحد الهندي سميتو محمد نجيب المالايالام اللي قرر يسافر ويخدم في السعودية. وملي وصل للمطار عوض يلقى الشركة اللي غيخدم معها، لقى أشخاص أغنياء كيبحثوا على راعي الإبل والغنم والماعز، وسيتم اختياره هو. ومن هنا غتبدا رحلة المعاناة. السعودي خدا كاع الأوراق ديال الراعي الهندي وأصبح تحت تصرفه قانونيا بسبب نظام الكفيل اللي خدام في السعودية كما قلنا. واللي ما كيعرفش نظام الكفيل هو ببساطة الكفالة، وهو نظام طريق واضح لأن المهاجر كيفقد التصرف القانوني في أي حاجة بدون الكفيل ديالو. ما يمكن ليه لا يسافر لا يسكن لا حتى شي حاجة. الفيلم طويل نسبيا 3 ساعات، 3 سوايع قادرة أنها تبكي المشاهد، لأن كمية الحزن والشقاء كتفوق الخيال. لا شك وأنت تشاهد الفيلم والشقاء الذي يصوره كتساءل مع راسك، واش بالفعل نظام الكفيل يقدر يدير هاد الأحزان كلها؟ واش بصح هاد القصة حقيقية ولا لا؟ صراحة جوج نقاط اللي متأكد منهم. النقطة الأولى هي أنه فيلم رائع تقنيا لأنه اعتمد على رواية كتبت بحرفية عالية. والنقطة الثانية هي أن نظام الكفيل نظام معمول به في السعودية خصوصا في السابق، ونحن كمغاربة عندنا قصص مع هذا النظام، بحيث أننا سمعنا بزاف ديال القصص على محتجزات مغربيات في السعودية وكداجا خرجوا بتصاريح على احتجازهم ورغبتهم في العودة للبلد. المهم فيلم واعر، والمهم أن السعودية ربما تخلى على كل سبب كيعثر مسيرتها الحديثة. وكاين احتمال ثالث، هو أن تكون الشهرة ديال الفيلم أو الرواية ما هو إلا تضليل الرأي الدولي باش ينساو المشكل الحقيقي. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم وكومونتير. السلام عليكم.